الفسيخ طلع ناشف وطلع ممرر وطلع حادق ولا وكمان طلع مدود. يا نهار ابيض. تعالوا اقول لكم ايه الموضوع. اول حاجه الفيديو دوت مهم جدا جدا، لازم تتفرجوا عليه من الاول للاخر، لان الفيديو دوت هيشمل كل الاسئله اللي انتم محتاجينها، سواء هتعملوا مشروع فسيخ او ليكوا في البيت. اول حاجه اللي اخد باله الشنطه كان مكتوب عليها ايه ولاحظ ده ايه يكتب لي في الكومنتات. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه لاول مره يشوفني. اولا المطبخ ده ومطبخ ماما كنا واخدين الفسيخ والرنجه بقى وعاملين لنا يوم وهيصه كده لوحدنا. طبعا ده فسيخ مش جايبين فسيخ من بره. وتعالى هرد بقى عليكم على كل الاسئله. الفيديو ده بجد مهم جدا جدا، اللي اي حد عايز يعرف اي معلومه عن الفسيخ تقريبا شامل فيه كل الاسئله اللي بتدور في بالكم واللي لازم تعرفوها ومحتاجين تعرفوها. وبعد كده ما تدوروش في فيديو تاني ولا تدوروا ورايا. بصوا، اول حاجه كده في القاعده، اول سؤال بتساله لي في الكومنتات هو الفسيخ يقعد قد ايه. تعالوا اقول لكم احنا لو في الشتاء الفسيخ يقعد قد ايه. انا لو قلت لك الفسيخ بيقعد 15 يوم بضرك، لو قلت لك بيقعد اكتر يبقى بضرك، لو قلت لك بيقعد 10 ايام او 12 يوم يبقى بضرك. الله، امال ايه يا هنا؟ انا هقول لك بقى على حاجه. ما تاخديش مني الكلام او من اي حد تاني وتروحي كده منفذه وخلاص. نبقى عندنا عقل يميز. لما اقول لك 15 يوم او اقول 12 يوم اكيد بتكلم على المدن اللي يعني زي القاهره والجيزه. هنا كده الجو بيبقى ساقع جدا، ما بنشوفش الشمس خالص تقريبا طول الشتاء، ما عندناش دفا اصلا في الشتاء خالص. لكن اكيد بقى في الصعيد الاقصر اسوان بيبقى عندهم حتى في الشتاء بيبقى فيه شمس والجو بيبقى دافي بالنهار، بيبقى عندهم اماكن محتفظه بالدفا، بيبقى فيه كمان بيوت زي مثلا لو بيوت بني او كده بيبقى عندهم بتحتفظ بالدفا بتاع الشمس بتوع طول النهار. يبقى انا بقى لما اقول لك 15 يوم وانت اصلا المكان عندك فيه شمس ومكان دافي، يبقى احنا كده عملنا ايه في الفسيخ؟ كده ادينا له مده زياده، وهنقول في المده الزياده ايه اللي بيحصل فيه. يبقى انت تاخدي الكلام على حسب البيئه بتاعتك او الجو عند حضرتك فيه ايه. اولا بصوا قولوا بسم الله ما شاء الله. بصوا الفسيخ ما شاء الله بتاعي ده اللي بيطلع اوردرات ما شاء الله. زبده سايحه كده وبينك وجميل وملح على الشعرايه وحاجه كده اخر جنان. طيب لو في الصيف بقى الفسيخ ياخد قد ايه وقت؟ هو 5 ايام. تمام. وكمان لو ناس الدنيا جهنم عندهم هو 4 ايام وهيطلع حلو زي الفل وزيرو كمان ملح. تمام. يبقى اول حاجة اتكلمنا على المدة. تاني حاجة الفسيخ طلع معايا ناشف. كومنت كتير بيتكرر الفسيخ طلع معايا ناشف رغم ان انا مشيت على كل الحاجات اللي انت بتقولي لي عليها. كل الخطوات اللي انت عملتيها نفذناها. نفس الكلام بيتقال في كذا سؤال وهنقول لكم بقى. الفسيخ طلع ناشف يبقى في سببين. اول حاجة الفسيخ بتاعك ممكن السمكة نفسها ما كانتش فريش مش طازة، دي سمكة بايتة. تمام. الفسيخ طلع ناشف يبقى الراجل كان حاطط لك عليها كمية تلج، سوري، كمية تلج. يعني ممكن يبقى عادي فريش وطازة كل حاجة، لكن هو ما شاء الله حاطط عليها كمية تلج خلت اللحمة من جوه خلاص هي اتعدمت كده. لازم الفسيخ يبقى فريش خالص مش شارب تلج خالص. وانت اول ما تجيبيه تشتغلي فيه على طول، ما تحطهوش لا في التلاجة ولا في الفريزر، اغسلي وصفي على طول. تمام. طيب لو الراجل مش حاطط عليه تلج ولا حاجه ورحتي اخدتيه اول ما جه على طول الصبح بدري عشان ما يلحقش يحط عليه تلج ولا يقعد لاخر النهار وهو عليه التلج، وسمكيه كانت فريش عينيها بتلمع جلدها بيلمع السمكه مشدوده وحلوه، يبقى نشف ليه يا هنا؟ هقول لك يبقى نشف من عندك انت بقى. طب انا عملت فيه ايه؟ اللي يقول لك عشان انت كترتي في الملح قولي له حضرتك معلش لا، مفيش حاجه اسمها عشان كترت عليه الملح، اسمها علشان اخد مني انا رطوبه. ايوه الفسيخ لو اخد منك رطوبه ينشف معاكي. ازاي بقى؟ الفسيخ لازم اما تحطيه تعمليه ما تحطيش الحاجه اللي انت حطاها على الارض دايركت كده. الارض فيها رطوبه وزي ما قلنا احنا ما عندناش هنا دفا، فالارض فيها رطوبه، فالحاجه اللي انت حاطه فيها دي اخدت هي كمان رطوبه، سقعت تلجت من جوه الفسيخ خلاص نشف يبس زي ما بيقولوا. يبقى احنا لازم نرفع الفسيخ على حاجه. لو هتحطيه على الارض يبقى تحطي حاجه خشب تحت مثلا جردل ولا البرميل بقى اي حاجه انت حاطه فيها يعني. اوكي. يبقى ما نحطش كده دايركت على الارض، نرفعها فوق حاجه نحط تحتيه حاجه خشب. خلاص دي اسباب نشفان الفسيخ. طب لو هنقول خلاص نشف واللي حصل حصل، نعمل ايه عشان نعالجه؟ تجيب الفسيخ بتاعك نفضيه من الملح كده حلو خالص، شيل بقى كل الملح اللي انت كنت حاطاه فيه. وفي 2 اوبشن،
لو جامد قوي قوي وحالته صعبه جدا، هتحاولي معاه اللي هي كالاتي: تجيبي ميه سخنه، تنزلي الفسيخيه، يا دوب تنزليها تطلعيها على طول بعد ما تفضيها من الملح، تروحي تاني حطاهم في شنط تاني، وفسيخه عكس التانية، مره الراس مره الديل، وزيت، وغطي واقفلي كويس جدا جدا وسيبيه كام يوم. طيب او لو مش قوي، يبقى تنفضيه من الملح كويس وتحطي زيت، برضو واحده عكس التانية، وتحطي زيت وتقفليه كويس جدا وتسيبيه كام يوم. خلاص خلصنا. طيب مرارة الفسيخ، ايه اسباب مرارة الفسيخ؟ اسباب مرارة الفسيخ انه ممكن لو السمكية كبيرة وهما بيصطادوها، هما بيصطادوها من المزرعة، بتبقى بيدوسوا عليها طبعا عشان يقدروا يتحكموا فيها. لو السمكية كده ما شاء الله كبيرة، فبيفقعوا المرارة، الحتة بتاع الفسيخ عند المرارة بتبقى في اخر البطن عند الراس، ماشي. او الراجل بيبقى جايب الفسيخ في برنكات، برنيكة يعني، حاطط كله على بعضه، فبرضه ضغط على السمك. طيب ما حصلش كده او كده، برضو ممكن انت اللي السبب فيه، وانت بتعملي له مساج رحت ضغطتي على المراره دي، طلعت على اللحم مررتيه، خصوصا لو لقيتي المراره كده من فوق بس وبقيت اللحم لا. او وانت بتفتحيه ضفتي على المراره برضو، يعني وانت بتنضفيه خلاص خليتيه وهو كان زي الفل لحد وانت بتفتحيه. نخلي بالنا واحنا بنفتحه، عشان كده الافضل خليكي افتحيه بالورا احسن، ودي افضل طريقه تفتحي فيها الفسيخ. طيب نعالج مرارة الفسيخ ازاي؟ لو طلع معانا مر، حطيه في زيت سمسم كام يوم، وبعد كده شيليه من زيت السمسم، حطيه في اي زيت نباتي تاني. طيب الفسيخ لو طلع حادق معانا، سبب حدوقية الفسيخ ايه اصلا؟ لو الفسيخ طلع حادق معاكي، معنى كده ان انت زودت المدة عليه. المدة اول ما بتزيد الفسيخ بيحدق، بعد كده بيبتدي ينشف، ودي برضو من الاسباب نشفان الفسيخ. لو طولت عليه المدة هينشف معاكي، تمام. يعني اهو ممكن في الصيف وينشف معاكي. طب نشف ليه؟ احنا في الصيف لا اخد رطوبه ولا اي حاجه، ورحت اخدتيه بدري والراجل ما حطاش عليه تلج، ولا اي سبب من الاسباب اللي انا قلت عليها. يبقى حضرتك اصلا سبتيه كتير في الملح، لما الملح جففه. ما تنسوش ان ده ملح، والملح بيعملوا حاله من الجفاف لو سبتيه زياده عن اللزوم. وهو ده اصلا كان فكره الفراعنه، ان هو عشان السمك عندهم كتير ما يبص، ما كانش فيه تلاجات، فكانوا بيجففوه. احنا بقى بناخد المرحله اللي قبل التجفيف، تمام. طيب لو قلنا طلع حادق، بنعالجه ازاي؟ بننقعه في اي زيت نباتي، او شويه طحينه على ليمون على معلقه خل، هيبقى زي الفل وهيبقى طعمه حلو. طيب الفسيخ مدود، ايه بقى سبب دودة الفسيخ؟ هي سبب واحد: انت ما قفلتيش على الفسيخ حلو، واخد منك هوا، دخلت بكتيريا عملت دود بس، خلاص. الفسيخ لازم صيف شتاء يتقفل عليه حلو، مش عشان يستوي بس بسرعه، ده كمان علشان ما يخشلهوش اي هوا، والهوا تعمل بكتيريا ضاره، والبكتيريا تعمل دود. والناس اللي اصلا كانت عمال تقول لي الفسيخ كده كده بيعمل فيه بكتيريا، بس في حاجه اسمها بكتيريا ضاره وبكتيريا نافعه. لما بندخله البكتيريا الضاره، احنا كده ساعدنا ان هو يعمل دود وبوظناه، واديكم عرفتوا ايه الفرق عشان ما حدش يفتي كتير، تمام. نعرف امتى ان السمكية استوت؟ لما تلاقيها كده اتنفخت وتدوس عليها طرية جدا. حد كان كاتب لي في الكومنت الفيديو اللي قبل كده: احنا اصلا السمكية لما تنفخ تبقى باظت. لا على فكرة حضرتك، وبلاش نفتي كتير لو سمحت، علشان في ناس بتبقى داخله تاخد معلومات وتستفيد علشان تعمل مشروع او عشان تجرب في البيت، فما نشتتهمش، تمام. ممكن تاخدوا الكلام اللي انا بقوله وفرجوا على اي فيديو تاني لاي حد تاني، وهتلاقوا ان شاء الله الكلام متطابق، تمام. عشان وانت كمان هيبقى عندك نفس الخبرة بالتجربة. عشان كده قلنا اول ما نبدأ بسمكية بكيلو، كيلو ونص، 2 كيلو، نجرب على نفسنا حد من قرايبنا لحد من لما نبتدي نتمكن ونعمل المشروع اللي احنا عايزين نعمله. طيب الملح ايه الافضل؟ الملح الخشن ولا ملح ناعم؟ لا طبعا الملح الخشن. ليه؟ الملح الناعم انا كنت عامله الفيديو اللي قبل كده او الفسيخ دوت اصلا معمول بملح ناعم، بس الملح الناعم بيفضل السمكه تمتصه كتير على طول، مش بتوقف الامتصاص. الملح الخشن طلعناه خلاص وقف الامتصاص. طب اصلا بعد لما الفسيخ بيتفسخ، ماشي، وانا ما انتي بتقولي لو قعدناه اكتر من المده بعد ما استوى هيحدق وهينشف. طب انا اعمل ايه في الكميه اللي انت عملتيها؟ بتطلعيها
وتحطيها في شنط وتلفيها كده وتحطيه في الديب او في الفريزر يعني، وبيبقى زي ما هو، سواء لو هو بيعي او لو هتاكلي بتطلعي توزني بيعي تطلعي تاكلي زي ما هو تمام. لو عايزه تخليه بتخليه وتحطيه في اي زيت نباتي في برطمان يكون نضيف ومعقم، بيقعد معاكي فتره. اما بقى لو هتحطيه في الديب بيقعد اكتر من 6 شهور، وكمان في ناس بتقولك بالسنه. تمام. بس الافضل خليكي في الملح الخشن، وهتحطيه يبقى في زيت نباتي. مرر قلنا في زيت سمسم، بعد كده بنشيله من زيت السمسم بعد كام يوم، يومين 3، ونروح نحطه في زيت نباتي تاني. طيب سمكة بوري افضل ولا تبار؟ هتفرق معايا من سواء كان بوري او تبار. بتفرق في ايه بقى؟ بتفرق اني طراوة اللحم في البوري طبعا اكتر. التبارة ممكن لحمها ما يبقاش بيبقى ناشف شوية، يعني هو هيبقى مش زي البوري. تمام. ال البوري اللهم صل على النبي، البوري طعمه احلى من التبارة، بس هو ده الفرق. حاولت ارد على كل الاسئلة على قد ما اقدر، يا رب يكونوا استفدتوا. لو في اي سؤال تاني انتوا عايزين تعرفوه ابعتولي في الكومنتات، انا حاولت اشمل كل الاسئلة اللي احنا محتاجينها. المدة، المرارة، الفسيخ ناشف، الفسيخ مدود، دي كل الأسئلة بتجيلي. ملح خشن ولا ناعم، نوع السمكة هتفرق ولا لأ. كل الأسئلة ديت انتوا بتكتبوها لي وانا حاولت ارد عليها في فيديو واحد علشان تستفيدوا وما تلفوش وتدوروا كتير. ما تنسوش بقى لو استفدتوا في الفيديو تعملوا لايك واشتراك. اما هنا بقى حبيت اوريكم السفرة في الاخر كان شكلها عاملة ازاي، ما شاء الله كان اكل اشكال والوان. وده الفسيخ طبعا بتاعنا. وكنا عاملين كنت عاملة سلطة رنجة حكاية، هتنزل في فيديو تاني لوحدها. الفيديو اللي بعد دوت سلطة رنجة يا جماعة تحفة جدا جدا، مفيش حد اكلها الا ما عجبته. لازم تجربوا سلطة الرنجة دي حكاية. انا كنت اول مرة اعملها بالطريقة دي صراحة، عجبتني جدا جدا. وبس كده. بص بقى ده كان منظر السفرة، كان شكل الاكل لوحده يفتح النفس، ومفيش حد يقول لي ما بحبش الاكل ده. ده اكل ياكل اي حد. ما تنسوش تكتبوا لايك، تعملوا لايك واشتراك.